في ليلة شتوية باردة، جلس سليم وحده في غرفته الصغيرة، تحيط به الظلال ويغمره الصمت، لا يسمع سوى صوت الرياح وقطرات المطر تضرب زجاج النافذة. وبينما كان يفتش في خزانة قديمة مغطاة بالغبار، وقعت يده على شيء غريب، صندوق أسود صغير بلا قفل بلا علامة، لكنه ثقيل بشكل غير طبيعي. جلس على الأرض يتأمله بحذر، شعر أن شيئاً بداخله يناديه، وما إن فتح حتى انطفأت الأنوار وتبدلت ملامح الغرفة وبدأت الهمسات. ما إن فتح الصندوق حتى عم الظلام، توقف كل شيء، لا رياح لا مطر لا صوت، وكأن الزمن قد توقف. ضوء أزرق باهت خرج من داخله، بدأ يزداد، وكأن شيئاً خفياً يهمس، لا بل يراقب. حاول سليم إغلاق الصندوق لكنه لم يستجب، كأن شيئاً منه قد تحرر. وفجأة ظهرت كلمات متوهجة على الحائط، لم تكن موجودة من قبل. قرأها ببطء: لقد تم اختيارك. تجمد سليم في مكانه لا يعلم هل هو نائم أم أن الكابوس قد بدأ للتو. سار سليم في الممر الضيق يتبع أثر الضوء الأزرق الذي انساب من الصندوق. ذلك الممر لم يكن هناك من قبل، وكأن الصندوق فتح له بوابة إلى عالم آخر. وفجأة همس الصوت، أوضح هذه المرة وغريب: أنت المختار، لقد فتحت البوابة ولا عودة الآن. تجمد سليم في مكانه، قلبه يدق كطبول الحرب، وعيناه تبحثان عن مصدر الصوت، لكن لا شيء سوى الظلال وجدران تنبض بنقوش غريبة تضيء وتخفت. مد يده نحو أحد الجدران، وما إن لمسها حتى اهتز المكان. ظهرت صورة طفل صغير يبكي ويحتضن صندوقاً يشبه هذا الذي وجده في الخزانة. قال سليم: ما هذا؟ أنا؟ كيف؟ تراجع سليم وملامح الرعب على وجهه، ثم دب انفجار بعيد وارتج كل شيء، والأرض بدأت تنشق تحت قدمه.